السلام عليكم. معانا النهارده وجبة التوفير ب3 كوبايات دقيق وربع صدق، بس هنعمل 3 فطاير بنفس الحجم اللي انتوا شايفينه ده. هو ده التوفير ولا بلاش؟ لو اول مرة تشوفي قناتي متنسيش تعمل لايك الفيديو لو عجبك، واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نبدأ كده بسم الله. معانا يا بنات 3 كوبايات من الدقيق ورشة ملح ورشة من السكر بسيطة جدا وممكن نستغنى عنها. وكمان هنعجن بمية دافية، مية دافية يا بنات زي دمع العين بالظبط، يعني ما نعملهاش مية ساقعة وما نعملهاش مية سخنة. تمام. وهنبتدي نعجن. كيلو الدقيق يا بنات ب 18 جنيه. ونص كيلو الدقيق بيبقى فيه 4 كوبايات من الدقيق، يعني احنا خدنا أقل من نص كيلو دقيق، 3 كوبايات. دلوقتي هنبتدي نعجن ونخدم العجينة كويس جدا. عجينة الفطير برضو محتاجة انها تتخدم كويس جدا وتتعجن كويس جدا، بتديكي نتيجة افضل. هبتدي كده اعجن. ال3 كوبايات دي يا بنات خدوا مني ايه؟ خدوا مني حوالي كوباية من المية الدافية، وكمان خدت مني كمان معلقة، قولي كوباية. تمام، يعني انا مليت الكوباية التانية ما خدتش منها الا معلقة بسيطة. هبتدي كده اعجن. هرش كده رشة دقيق بعد ما لميت العجينة، زي ما انتم شايفينها كده بتلزق بس بسيط يعني. هبتدي كده ايه المها واعجنها كويس جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ فيها تلزيقة بسيطة. ولون العجينة نفسه وقوام العجينة جميل جدا. هبتدي كده احط رشة من الزيت واقلب فيها كده ايه العجينة اهو. هبتدي كده يا بنات، الخطوة دي بقى ممكن تعمليها بعد ما نريحها. انا هريحها وهي متقطعة يعني او متقرصة. زي ما انتم شايفين كده احنا هنعمل 3 فطاير، فانا قسمتها على 3. هحط برضو رشة من الزيت كمان، واقلب فيها كده كل قطعة لوحدها او كل فطيرة لوحدها اهو. كل ما هنسيبها ترتاح كل ما هتدينا نتيجة افضل. يعني مثلا احنا في الشتاء يا بنات والجو برد، فممكن تسيبيها ساعة، ولو زادت يبقى افضل. يعني انا سبتها حوالي ساعة ونص تقريبا يعني، بس ما تزودهاش عن 3 ساعات. تمام اهو. ابتدي بقى كده اغطيها واحطها في مكان دافي. زي ما قلت لك، كل ما هتحطيها او كل ما هتسيبيها كل ما هتديكي نتيجة افضل. انا سبتها ساعة ونص. نبتدي بقى في الحشوة يا بنات. جربوا الحشوة دي هتعجبكم. معايا ربع صدق مقطعاه قطع صغيرة كده، وكمان معايا جبنة موتزاريلا. انا ولادي ما بيحبوش اي انواع جبن تانية غير الموتزاريلا، والحبة اللي في الطبق دول ب20 جنيه. معايا بقى الحشوة ايه؟ معايا بصل ومعايا فلفل اخضر ومعايا طماطمايه صغيرة جدا شايلة منها القلب. ايه ده؟ بصل فطير وفيه بصل. جربوا الطريقة دي بجد بجد هتعجبكم جدا. وايه ده؟ الصدق كمان ني. انا كنت بعملها الاول يا بنات، وكنت بشوح الصدق تشويحة كده وبحط معاها اي حاجة. يعني شوفي انتي بتحبي تحطي ايه او تضيفي معاه ايه براحتك، بس انا شفت الطريقة دي طبعا ما عدا البصل. شفت الراجل بتاع الفطير وهو بيفرده وبيحط عليه الصدق ني. صراحة فرق جامد وفرق شاسع في الطعم. هبتدي كده ايه البصل حطيته بيدي تسكيرة حلوة قوي للفطير. حطيت البصل مع الفلفل مع الطماطم. زي ما قلت لك بنشيل قلب الطماطم علشان ما تنزلش ميتها، وابتدي اعجنهم في بعض كده. طبعا يا بنات ممكن بدل ما تقطعيها، انا ساعات يعني في اغلب الوقت فبعمل ايه؟ بجيب البصل والفلفل وبضربهم في الكبة واعجنهم كده. زي ما انتم شايفين كده العجينة ما احتاجناش اي مبينة ولا مردنة ولا اي حاجة خالص، وبتتفرد معايا بكل سهولة. ولو اتقطعت منك قطع صغيرة كده مفيش مشكلة عادي. بصوا، اهم حاجة نوصل لحد ما ايدك تحطيها على الرخام تحت في الرخامة مثلا، ايدك تبان او الرخامة نفسها تبان. شايفين؟ هنبتدي كده زي ما انتم شايفين كده نفرد العجينة ونفرد الحشوة بتاعتنا. بصوا، ان شاء الله كفي معانا ال3 فطاير. رشينا شوية كده من الموتزاريلا وحطينا الحشوة، وبعد كده رشينا شوية موتزاريلا كمان. ابتدي كده اقفل زي ما انتم شايفين كده، واقفل كده اهو. ممكن بقى نشيل الزيادات دي لو انتي مش حباها، بس انا بالنسبه لي مش فارقه. يعني الزيادات دي بالنسبه لي لو اتقرمشت كده بحبها عادي. هنرش رشه زيت كده في الصينيه. ما كتريش زيت لان كده كده العجينه فردينها بالزيت، لا احتاجنا مبينه ولا اي حاجه للفرد ولا اي حاجه خالص. ممكن تتخلصي طبعا من الحاجات الزايده دي اهو.
ممكن بقى تركني العجينة دي 5 دقايق كده وبعد كده تبططيها، بس أنا سايبة العجينة بتاعتي تاخد وقتها في الراحة، يعني مرتاحة كويس فبتتفرد معايا بكل سهولة. ممكن ندخلها الفرن زي ما انتم شايفين كده، ممكن نحط لها وش بيتزا. هنجيب كده من الحشوة ونرش عليها رشة كده بسيطة اهو. جربوا يا بنات الصدق وهو ني، وكمان نحط عليها رشة من البصل بسيط بتزود الكمية وفي نفس الوقت تديكي نتيجة حلوة. هنعملها كده وش بيتزا ونحطها على فرن درجة حرارة عالية جدا حوالي 220، وبعد كده تاخد وش في الشواية. خلي بالك ما بتاخدش وقت خالص. تمام. بصوا وكمان الوش البيتزا مستوي. ودي واحدة عملتها من غير وش بيتزا، بصوا بقى يعني قعرها عامل ازاي. وفي واحدة كمان في الفرن بس صراحة نسيت اصورها. شايفين؟ دي بقى اللي كانت في الفرن. شايفين؟ تحفة. بصوا يا بنات اهو. طبعا قطعتها وهي سخنة، فيعني شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة. اتمنى تعجبكم وتجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.